خلاص فتح المتحف المصري الكبير، خلاص فتح، فخامة مش هتشوف زيها في العالم تاني. أكبر هدية بصراحة من مصر للعالم في المتحف ده. يا ترى إيه المستخبي جوه المتحف العملاق ده؟ بصوا يا جدعان، الحفلة دي العالمية دي اللي كل الناس بتتفرج علينا، ده مش أي افتتاح، ده افتتاح المتحف المصري الكبير، الصرح اللي قعدنا سنين كتيرة جدا نسمع عنه ونيجي من بعيد من آخر الدنيا عشان نشوفه جنب الأهرامات. بصراحة كده إحنا ما بقيناش بنعرض تاريخنا القديم بس، إحنا بنحتفل بعظمة الأجداد في مبنى شكله عامل زي المعجزة المعمارية، وكمان صديق للبيئة، وده يعني كلام كبير جدا جدا. فاحنا عايزين نعرف بقى ايه الجديد والمختلف في المكان ده عشان نروح له، عشان نبقى متحمسين ان احنا نروح وحاسين ان في اختلاف. بص يا برنس، المكان ده مش مجرد متحف، تخيل انك انت ماشي كده ما بين قطع 100,000 قطعه اثريه هنا وهنا، يعني ده مش كلام، ده اكبر مكان في العالم مخصص لحضاره واحده بس، مملكه توت عنخ امون. كلها هنا لاول مره هتلاقي كنوز الملك الذهبي توت عنخ امون، كلها مجمعه في مكان واحد، الذهب والتوابيت والعجلات كله على الطبيعه يا باشا، ومترتب بطريقه تخلي عينك تبرق. يعني السلالم دي مش اي سلالم، هتطلع سلم انك انت بتطلع كده تاريخ. السلالم دي عليها تماثيل عملاقه من هنا وهنا، تحس انك انت ماشي كده في ايه، في موقف فرعوني كبير جدا. والمنظر في الاخر على الاهرامات حاجه، يعني حاجه تانية خالص، تكنولوجيا يا باشا. انسى بقى المتاحف القديمه دي بقى والكلام ده كله، هنا بقى في شاشات للعرض تفاعليه وسينما 3 دي ثلاثيه الابعاد، يعني هتشوف التاريخ وكانه بيصحى قدامك. رمسيس الثاني بيقول لك اهلا، وهو كانه يعني واقف كده باستقبالك، يعني بيقول لك اهلا بيك في الحضاره المصريه القديمه. ف يعني من الاخر كده يا شباب عشان ما اطولش عليكم، المتحف ده لينا بس، ده هدية مصر للعالم كله، الفخر اللي حسينا بيه واحنا بنشوف الافتتاح ده لازم نحوله لحاجة عملية. يعني بما ان المتحف ده خلاص فتح، فأول قطعة أثرية أو تمثال متحمس تشوفه إيه؟ وهل شايف إن المتحف ده هيخلينا نرجع نتفرج على تاريخنا من تاني؟ ولا أنت رأيك إيه؟ قول لنا في الكومنتات تحت لو في أي تعليق عندك أو في أي رأي أو اقتراح. السلام عليكم.